السلام عليكم حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض فيديو مميز جدا. كلنا عندنا الموز ده بوصل معانا للدرجه دي لما بنسيبه فتره وبنبقى محتارين نعمل بيه ايه. لا الاطفال بيرضوا ياكلوه ولا الكبار. تعالوا كده بينا نعمل بيه الكيكه التحفه الجميله دي. حاجه كده اللهم بارك، حاجة كده ما شاء الله هتعتمديها يوميا وتطلع معاكي بنفس الجمال والحلاوة دي. التسوية بتاعته مظبوطة، الوش بتاعه مش بيلزق، قاعدة الكيك اللهم بارك مستوي وطالعة لون واحد وموحد. الكيك بتاعنا قلبه أبيض زي الفل، المسامات بتاعته قريبة جدا من بعض وكمان مش معجن، طالع حاجة كده ما شاء الله تحفة اللهم بارك. زي ما عملنا مع بعض قبل كده كيكة البرتقال وكانت ناجحة، هنعمل مع بعض النهاردة كيكة الموز وإن شاء الله هتطلع معاكي ناجحة بإذن الله. أهم حاجة لايك للفيديو بتاع النهاردة وكمان اشتراك في القناة. وتعالوا كده بينا نسمي الله ونبدأ نرتب خطواتنا علشان الكيك بتاعنا 10 دقايق إن شاء الله وهيكون جاهز. قبل أي حاجة الفرن بتاعنا شغال مسبقا على درجة حرارة 180 من تحت بس. معانا الصينية بتاعتنا صينية مدورة مقاسها 26، هننزل فيها بمعلقة زيت ونبدأ نبطنها كده ونركنها على جنب، وأي زيادات بالدقيق هننزلها ونفضي الصينية خالص علشان ما يكونش عامل طبقة في قلب الكيك من تحت. معايا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، لو هم صغيرين قوي ممكن تستخدمي 4. معايا حاجة بسيطة خالص من الملح وباكيتين فانيليا بودر واستبعاد الفانيليا السائلة زي ما احنا متعودين. معايا كوباية الا ربع سكر تموين عادي يعني حوالي 150 جرام، ونص كوباية زيت 100 جرام، وبرضك سكر تموين علشان ما تقيديش نفسك بأي نوع تاني. معايا اللبن بتاعي بدرجة حرارة الغرفة يعني لا هو طالع من التلاجة ولا هو سخن. الكوباية دي 200 جرام ده أول حاجة، وكمان البواقي دي 50 جرام يعني كوباية وربع لبن أو حليب زي ما أي حد بيسميه. تمام كده. في ناس بيقولي ممكن نستخدم زبادي، هقولك ممكن تستخدمي زبادي لو ما عندكيش حليب، وممكن تستخدمي ميه وهتطلع معاكي زي الفل كمان. تمام. هننزل عليهم بقى بعصرة ليمونة علشان تخلي معانا قلب الكيك ابيض وما يبقاش اسود، لان الموز احنا عارفين ان هو لما بيفضل وقت بيبدأ يسود ويطلع معانا سواء عصير او كيكات قلبها غامق. فدايما اعتمدي عصرة الليمونة، وهنستبعد معلقة الخل لانها مش هتبقى مستحبة مع الموز في الكيكة دي. هنبدأ نجيب الدقيق بتاعنا. معايا كوبايتين دقيق، الكوباية 125 جرام، دول كوبايتين يعني 250 جرام. هنزل عليهم ب3 معالق كبار نشا، معالق هرميين يعني حوالي 40 جرام. هنزل عليهم بباكت بيكنج باودر او كيك شيف اللي انت حباه، وهنبدأ نقلب الدقيق والمكونات الجافة مع بعض. ضربنا المكونات السائلة في الخلاط دقيقتين بالظبط وطلعوا معانا بنفس الشكل والجمال ده، وهنبدأ ننزل عليهم بالدقيق بتاعنا. الدقيق بتاعنا دقيق متعدد الاستخدامات، نخلينه مرة واتنين علشان يطلع معانا الكيك هش وحلو. ولو حد هيسألني انا حطيت نص معلقة الملح في الاول خالص على المكونات السائلة. هبدأ ان انا كده بالمضرب اليدوي بتاعي اشتغل او اجنس المكونات كلها مع بعضها واضرب الكيكة، يعني مش للدرجة ان انت تخليها تفضلي تضربي فيها 10 او 5 دقايق، لا دقيقتين بس لحد ما الدقيق يبدأ يختفي وتحس ان المكونات كلها تجانست مع بعض. وهنبدأ نستبعد المضرب اليدوي ونلم بالاسباتيولا بتاعنا علشان الجوانب وعلشان لو في دقيق ما تجانش مع المكونات ولا حاجة. تمام كده. الكيكة بتاعتنا سهلة خالص، مش محتاجة وقت ولا مجهود خالص. هنبدأ نلم الجوانب كده بالاسباتيولا زي ما قلنا، ونجيب من تحت وفوق علشان لو في اي حاجة ما تجانستش في المكونات السائلة تبدأ تتجانس معاها. لو هتلاحظوا معايا ان في فقاعات كتير قوي قوي ظاهرة، لان الموز من العادة لما بتعمليه سواء عصير او بتضيفيه في اي حاجة تانية بيعمل معاكي زي فوم كده او رغاوي كتير. فدي حاجة ما تقلقش منها ولا تكوني حطاه في دماغك، علشان ممكن تقعدي تخبطي في الصينية كتير علشان تطلعي الفقاعات دي وهي مش هتطلع. هنبدأ نصب الخليط بتاعنا في الصينية لان احنا كنا مبطنينها وراكنينها على جنب، فدي مسهلة علينا الشغل قوي في الكيكة. هبدأ ان انا كده اخبط الصينية خبطتين 3 لحد ما احس ان الفقاعات بدأت تختفي، وهدخل الفرن زي ما قلنا. الفرن بتاعنا كان شغال مسبقا على درجة حرارة 180 من تحت بس. دخلنا الكيك اول 30 دقيقة ما فتحناش عليه، لان دي من الاسباب اللي بتخلي معاك الكيك هابط وكمان وش بيلزق، ان كل 10 دقايق تفتح على الكيك اثناء التسوية. فاستبعدي الخطوة دي، دخلي الكيك وبعد 30 دقيقة ابدأي افتحي على الكيك وشوفي وصل لحد فين. بعد 30 دقيقة هتبدأي تكتشفي وتشوفي الكيكة بتاعتك ناجحة ولا لا.
الشوايه بتاعتنا ما كانتش شغاله من فوق، شغلناها بعد 35 دقيقه علشان الكيك بتاعنا كان على 40 دقيقه جاهز وطالع من الفرن اللهم بارك بعد ما اختبرناه بخله وطلع ممتاز. هنسيبه بس 5 دقايق ونبدا نقطعه. انا ما صبرتش عليه وقطعته قدامكم بسهوله جدا علشان بس اوريلكم الكيك طالع من جوه قلبه ابيض اللهم بارك، حاجه كده تحفه ما شاء الله. لا هو اسود ولا وشه بيلزق، التسويه بتاعته مظبوطه. ولو هتلاحظي وتقولي لي ان في نقط سودة على الوش، ده بسبب الموز، لان الموز بيخلي الكيكه تاخد وش بسهوله جدا رغم ان انا شغلت عليه اخر 5 دقايق الشوايه. بس اللهم بارك طالع معايا مظبوط، حاجه كده تحفه اللهم بارك. عملنا مع بعض برضو قبل كده كيكه البرتقال وكانت ناجحه، وكيكه الزبادي وكانت ناجحه، وان شاء الله هسيبهم لكم في صندوق الوصف. واللي مش عارف صندوق الوصف العنوان هتضغطي عليه هيظهر لك صندوق الوصف، وهتلاقي برضك في صندوق الوصف مقادير الكيكه بالجرام وبالكوبايه علشان تعتمد الوصفه ورايا ان شاء الله. وتسيبي لي كومنت حلو منك لما تقولي لي الكيكه طلعت ناجحه معاكي ولا لا. اتمنى ان انا اكون قلت لك كل التفاصيل اللي انت محتاجه تعرفيها، سواء في التسويه اللي انت محتاجه تعرفيها او في المقادير الخاصه بالكيكه، وما كنتش نسيت اي حاجه خالص. اهم حاجه اعتمدي عصره الليمون علشان تطلع معاكي الكيكه قلبها ابيض زي الفل كده، حاجه ما شاء الله. ان شاء الله هتعتمديها وتكون كيكه يوميه بالنسبه ليكي، وتكون كيكه خفيفه طعمها مميز جدا، السكر بتاعها مظبوط، وكمان الموز عطلها طعمه حلو قوي ومميز جدا. الكيكه قلبها زي الفل بسبب عصره الليمونه زي ما قلنا. استبعدي اهم حاجه الفانيليا السايله، لان دي من العوامل اللي بتخلي معاكي الكيكه غامقه. وكمان لو مقدار السكر مش مظبوط ده برضو بيسبب فشل للكيكه. ولو اثناء التسويه انت فتحت عليها ده بيخلي الكيكه معاكي هابطه وكمان مش ناجحه. الكيك بتاعنا طري، وكمان كل ما بيبرد الحلاوه بتاعه بتزيد. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده نال اعجابكم. مشاهده ممتعه للفيديو، دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله.